هنتابع شرحنا في كورس الاكسل. هنتكلم عن الكيبورد شورت كاتس. طبعا سبق وعملت ملفات قبل كده عن الكيبورد شورت كاتس. هسيب لك اللينكات بتاعتها تحت هي ملفات قديمة لكنها في منتهى الأهمية. هسيبه لك تحت الفيديو ده يعني. لكن هنا انا هتكلم عن نوعية مختلفة حبة. يعني مثلا انا النهاردة لو مسمي المنطقة دي الرينج، كنا اتكلمنا ان انا مسمي بي 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 في الملف ده يعني. اهو مجرد بي بي دي كده سلكت دي. طب انا لو واقف على الرينج على اي خلية من الخلايا دي وقمت عامل كنترول اي، هيختار الرينج ده مع انه عنده حاجات كتير. اختار لي الرينج اللي انا مسميه ايه، بي 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 4 بي يعني. يبقى انا لو واقف على اي خلية، طبعا انا لو قلت رايح لبي بي تاني اهو، هو المنطقة دي. فانا لو اخترت كده اي خلية من دول وعملت كنترول ايه، اختار لي المنطقة كلها يعني بما فيها الرينج ده. طب انا لو عايز اعمل كوبي، كنترول وسي، كنترول وسي، فنسخت اهو، نسخت المنطقة دي. عايز انسخها في اي مكان تاني، كنترول وفي. عايز انسخها تاني هي برضك زي ما انت شفت كده، كنترول سي كنترول في كده. بنتكلم بشكل عام يعني. ممكن رايت كليك عليها كده واقول له كات. طبعا انا لما باجي اعمل الاوامر دي موجودة هنا كلها كات، بس انا مش بستخدم الشورت كات كي يعني. الشورت كات كيز انا بستخدم الاوامر بتاعت المنيو. برايت كليك على المنطقه دي تطلع الكونتكست منيو، فيها اوامر كتير تتعامل مع السلكشن ده. لكن انا هعمل بيست كات اهي، كات اهي، وهروح اعمل لها بيست هنا اهو في الحته دي. بيست هي بالمناسبه كنترول في، كنترول وفي. فكنترول في نقلها على طول. طبعا الناس لما بتستخدم طبعا عنده تاني، الناس لما بتستخدم الحاجات دي ديليت اهو، ديليت على لوحة المفتاح هيمسح لي المنطقة دي. انا سلكتها، مش عايز انا حاجة تيجي تتكتب في الملف ده يعني. فاعمل كده وقط في ديليت. على فكرة ديليت المنطقة دي يعني. فانا اعمل قط ديليت اهي. ديليت هيعمل ايه؟ هيقول لي شيفت ولا اقول له شيفت اب يعني مسحت لي الحاجات اللي تحت فوق. فخلاص مسحها وسحب الخلايا. هنتكلم بالتفصيل. انا هسيب لك الاختصارات، بس انا عايز اوريك ان في اختصارات للمفاتيح. يبقى احنا قلنا ايه لحد دلوقتي؟ ان في الكيبورد شورت كاتس او شورت كاتس كيبورد، السلكت اقف على اي خليه كده. لما اقول له سلكت انتر رينج بريس كنترول اي، فبيختار الرينج ده. ممكن كمان كنترول اي دي لو ما فيش رينج يختار كل الشيت يعني. تو كوبي رينج بريس كنترول وسي، كنترول وسي. يبقى خدنا كنترول اي وسلكت العادي وكنترول وسي. وممكن اعمل سوري، عشان اعمل كات يبقى كنترول اكس. اما عشان اعمل بيست هي كنترول في. بيست يعني لصق يعني. اما كنترول زد عشان اعمل تراجع، كنترول زد اعمل تراجع. عايزك تجربهم كده يعني. تراجع انا مثلا دلوقتي لو انا كنت عامل كوبي دي كده، كنترول سي، كنترول في، كنترول سي تاني، كنترول سي. طبعا انا واقف كنترول سي، كنترول سي، كنترول اكس كده دي. بعد كده اجي هنا كنترول في ام نقلها يبقى اكس. يبقى احنا بنتكلم على مجموعة اوامر. اما عملت كنترول زد هيعمل تراجع. جرب الاوامر دي كده، اوامر بسيطة يعني، لسه ما اتكلمناش عن حاجة جامدة يعني. حاجة تانية اللي هي الموفينج دي، ان انا هجرب كنترول مع كل الاسهم وشوف ايه اللي بيحصل. كنترول اهو، ده ثبت ايدي على كنترول وابريس على اي سهم من الاسهم دي، هيحصل موفينج في كل الشيت. بس تعال نشوفها عملي. انا واقف هنا كده دلوقتي، لو واقف هنا ودوست على كنترول وسهم يمين هيوديني لاخر الشيت، اخر خليه. مفيش ارجع تاني السهم الشمال هيرجعني للاول مره واحده. العمليه دي طبعا محتاجها طبعا لو انا. طب لو انا كده واقف في الصف التاني وفي عندي داتا، هيروح لاول حاجه فيها داتا بالسهم اليمين اللي انا رايح لليمين. ادوس تاني يجيب لي تاني الداتا، اخر داتا، وهكذا. وافضل كده يفضل شغال بالطريقه دي. اجي كده تاني جاب لي اول تاني منطقه تالت منطقه، وبيتحرك بقى بطريقه الداتا دي ان هو بيتحرك لي في الاماكن الكريتيكال. اما لو انا واقف في اول ايه ده ودوست على السهم اللي تحت هيجيب لي اخر الشيت، سهم فوق يجيب لي اول الشيت. يبقى بموف كده بطريقه سريعه. كنترول اهو، ده ثبت ايدي على كنترول وادوس على الاسهم الاربعه بتاعت لوحه المفاتيح واشوف بيحصل ايه.
يبقى دي الموفينج. طب ايه بقى التانية؟ في السلكت بقى، الشيفت مع البريس ده هيعمل سلكت. يعني ايه؟ انا دلوقتي هقف هنا اقول له شيفت مش كنترول والسهم هيسلكت. كل مره ادوس اثبت ايدي كده بيسلكت وانا ماشي كده. طب انا هرجع تاني كده، طبعا لو دوست شيفت وانا نازل السهم بيسلكت، لو مشيت في الاتجاه ده بيسلكت الاسهم، بيقعد يختار لي يزود لي الاريا حسب المكان اللي انا كنت واقف فيه. يعني يبقى السلكت كده وانا نازل بالسهم، وبعدين اروح شمال ويمين ابدا اختار وانا بالاسهم من غير ما اعمل بالماوس. كان ممكن ان انا اختار بالماوس سلكتنج كده يعني، بس يمكن استخدام الاسهم بيديني دقه اكتر، ويعني ممكن يكون الماوس يبقى انا عارف بدائل سريعه. انا دلوقتي ايديا على لوحه المفاتيح، فالعمليه تبقى بالنسبه لي سهله. ايه تاني؟ يبقى دي سيلكتنج كله بقى شيفت. طب لو عملت الاتنين بقى كنترول وشيفت هيحصل ايه؟ يعني انا عرفت ان موفينج والسيلكت. طب لو عملت هولد بقى كنترول هيعمل لي ايه؟ تعال نشوف. كنترول وشيفت وسهم تحت، وكنترول مش شيفت بس، لا كنترول معاها شيفت. هيحصل ايه؟ كنترول ومعاها شيفت، يعني ثبت ايدي على كنترول وشيفت واتحرك بالسهم. شوفوا بيعمل ايه؟ هيعمل العمليتين مع بعض، سيلكت وموف في نفس الوقت اهو. شايفين؟ سيلكت وموف، عمليه مركبه. السيلكشن اتنقل معايا السيلكشن، وانا يعني شايفين السيلكشن كان هنا، السيلكشن بقى هنا. يبقى احنا خدنا السيلكتنج وعرفنا لما ادوس على كنترول وشيفت وادوس على شيفت بس وادوس على كنترول بس بيحصل ايه، وهكذا. بالمناسبه لو انا كنسل كده، لو انا بالمناسبه بعمل بسلكت كده بردك واثبت ايدي على كنترول بسلكت حاجات منفصله، بقى، واتكلمنا على الموضوع ده. يبقى السلكشن بثبت ايدي على كنترول، لو بثبت ايدي على حاجه واجي على شيفت كده في الاخر بيجيب لي لحد المنطقه دي. لو اثبت ايدي هنا واجي على شيفت لحد وهنا كده وثبت ايدي على شيفت بيختار لي المنطقه دي، وهكذا. يبقى انا شيفت وكنترول وشيفت وكنترول مع بعض بقى. وطبعا في مفاتيح زي هوم واند وبيدج اب وبيدج داون، لو جربتهم كده تشوف هيعملوا ايه. يعني مثلا انا واقف فيه وعملت اند وانا واقف في السطر هيروح لي اند، هو اند. لو عملت مثلا هوم بيدج اب وبيدج داون، فهتلاقي بيعملوا حاجات برضك بيتنقلوا. سبق وعملت ملف انا بيشرح الكلام ده بالتفصيل، هسيبهولك تاني تحت الفيديو. طب هل الفورمولا ليها نصيب في الموضوع ده ان انا اضيف الفورمولا برضك في مثلا لو دوست على، يعني انا هنا كاتب لك برضك ايه، quickly insert sum function press alt معاها ايه يساوي، alt زائد يساوي. يعني alt ويساوي هتلاقي الفورمولا اللي هي السم دي جت على طول في المكان ده. يعني مثلا عايز احسب السم بتاع ده كده، مجرد ادوس على alt معاها يساوي من لوحة المفاتيح، ابص الاقي على طول قام جاب لي على طول طبعا دي عمليات حيوية كويك كده، حاجات سريعة، شورت كات سريعة ابقى حافظها. عشان كده كنت حريص ان انا اكتب، ادوس انتر كده خلاص جاب لي مجموع الاسطر دي. يعني انا لو واقف هنا كده وعايز احسب المجموع ده، كنترول الت يساوي هتطلع لي النتيجه دي. طب انا عايز ودوست انتر خلاص وانا واقف من غير ما اقعد اجيب دوال ولا حاجه. طب انا لو علمت عايز انسخ اعمل دول كلهم كده برضك، اعلمهم كده كنترول رايت على طول يقوم هو عامل لي على طول ايه الفورمولا هنا وهنا وهنا. كنترول ار يعني على طول قام ايه جاب لي القصه دي. ده اللي انا كاتبه لك هنا برضه، كنترول دي كنترول رايت وهكذا. ممكن داون لحسب بقى الحرف، اتغير حرف الار مره تجيب دي، بتعمل هو فيل للفورمولا، فيل افورمولا داون او فيل افورمولا رايت وهكذا. تملى الفورمولا في اتجاه الرايت او في زي ما انت عايز بقى. الليفت ممكن كده بالمنظر ده لو انت عايز تجمع الحاجات دي. مثلا على سبيل المثال وانا واقف هنا كنترول الت دي، الت يساوي جاب لي ده. لو انا علمت المنطقه دي كده كلها، طبعا لو سحبت على طول كده هيملى، بس انا مش عايز استخدم الماوس، انا عايز استخدم. طب ما انا هسلكت عادي جدا بالشيفت والاسهم دي كده، مليت عملت سلكت يعني شيفت وسهم لتحت، وبعدين اعمل كنترول داون هيقوم ماليلي دي المجموع كله بتاع الارقام دي وهكذا. يعني هل الفورماتنج ليها نصيب معانا؟ الفورماتنج ليها نصيب معانا. تعال نشوف كده ازاي. لو انا واقف كده وقمت له اي كنترول 1،
يظهر الفورمات سيل ده على طول، وابدا بقى اتحرك بتيب. يعني اقف هنا مثلا على الاسهم، اتحرك بالاسهم كده، انزل. طب انا عايز اتحرك الناحيه التانية اهي، تيب بتيب اللي على لوحه المفاتيح ده، انزل تاني، ارجع تاني بتيب، يطلع لي الفورماتنج على اخر حاجه. لو انا دوست على تيب راح عند الاتنين، تيب تاني راح عند الخانه بتاعت يوز كذا، تيب تالت طلع لي على النيجاتيف نمبرز. لو نزلت بالاسهم يبقى انا كله استخدام لوحه مفاتيح، مش لازم ارجع امسك الماوس، كل اللي انا جبته هنا بلوحه المفاتيح. لو انا رجعت التايم دي تاني ودوست على تيب، على اساسا التايم لو نزلت دوست على الاسهم هيروح البريست تايم، لو دوست على تيب كده انا بتحرك في ناحيه، دوست على تيب هينزل لي على اللوكيشن اهو. تيب تاني طلعني هنا، تيب تالتة خرجني، ارجع بالتايم تاني عند التايم بتاعي ده، سكيب كده بلوحة المفاتيح، خرجت من الموضوع. كنترول اف، كنترول 1 تاني طلع لي للفورمات سيل، وهكذا. يبقى الفورمات سيل دي اقدر اتحرك الخلية، بنعمل فورماتنج كتير فاقدر بسهولة بكنترول 1 واتحرك بالتيب ليها يعني. فهو انا كاتب هنا تو لانش كذا في كنترول 1. طب بريس تيب تو بريس والسهم اللي تحت، او اروح على اللي هي الاوبشنز اللي موجوده، او سهم لفوق زي ما انا عايز يعني. تيب two times to select currency, to press tab two times to number decimal places. حرك. طبعا عرفنا ازاي نعلق على رينج معين. select the range and press ايه، كنترول زائد بي، كنترول وبي، عملوا بولد يعني انا معلمه قمت عامل كنترول بي، جاب خلوهولي كله بولد يعني. كنترول بي تاني رجعوا ايه، سمول يعني الفونت يعني، كنترول وبي وانا معلمه وعمل لي الحركه دي. نرجع تاني برضك للورك بوك بقى. الورك بوك ده انا طبعا من قائمه فايل هلاقي كل امر مثلا نيو وفي سيف، كل الاوامر دي ليها شورت كات كيز، كل الاوامر دي ليها شورت كات كيز. فانا مثلا عندي هنا كاتب لكم معظم الشورت كات. اوبن ورك بوك ايه is another word، افتح واحد تاني في الاكسل، فتحت فايل. to save existing workbook control اس اسيف، او F12 يفتح الدايلوج بتاعي، يبقى F12 وكنترول. كنت to create new workbook واحد جديد خالص workbook control N. to open an existing workbook press O open. to close control W الاكتف workbook، اقفل الورك بوك. عشان اقفل الاكسل وكله كنترول الت اف 4، الت اف 4. ذا ورك بوك هاز عندنا هنا ده في شيتس كتير اهي. طب عايز اتحرك بسرعه بالماوس بيهم، كنترول موف نيكست ورك شيت، بريس كنترول بيج اب وبيج داون، بيج اب وبيج ايه داون. جرب الحاجات دي. طبعا هكتفي بكده معاك ان انا اديتك معظم الافكار ازاي تتحرك عن الحاجات الرئيسيه، لكن هسيب لك ملفين مهمين جدا فيهم اختصارات تحت الملف ده، اختصارات اخرى، طرق اخرى. دي ملفات قديمه معموله في مهارات في اكسل. هسيب لك الملفين دول لو انت غاوي الاختصارات كتيره جدا ورموز كتير ملهاش حصر. شكرا، سلام.